الإسماعيلاوي ما بيفكرش غير في المانجا، يومه كله بيقضيه في المانجا. هذا المثل أطلق خطأ عن الشعب الإسماعيلاوي في محافظتنا الجميلة، محافظة الإسماعيلية، قطعة من مصر. وأيضا أطلق عليهم بسبب التعصب الكروي في مصر عموما بين الأندية، إنه شعبهم شعب عدواني. ده غير حقيقي تماما. هنبدأ بقصة المانجا. بنقول إن الإسماعيلية مشهورة بالمانجا، وهي أكبر مدينة لزراعة المانجا بجميع أنواعها وحلاوتها وطعمها. فالقصة مش قصة إن هم بيدوروا على المانجا، لا، ده ناس بتشتغل وناس بتكافح. ففسر غلط كفاحهم ده. الإسماعيلية أطلق عليها باريس الصغرى نظرا لتخطيطها العمراني الجميل، وتتميز بالثقافات المختلفة. نيجي بقى لقصة العدوان. لما نقول الاسماعيلي عدواني ومتعصب والى اخره، الاسماعيلاوي او المشجع الاسماعيلاوي زي ما اطلق عليهم، فده خطأ تماما. بالنسبة للمشجعين الكورة في الإسماعيلية، فبالنسبة لهم نادي الإسماعيلي هو رمز للوطنية في المدينة، لما قدمه نادي الإسماعيلي أثناء الحروب والعدوان على مصر والتهجير وإلى آخره. فعندهم تشجيع الإسماعيلي رمز الوطنية، ولكن تحول مفهوم الخطأ إن هم ناس عدوانيين علشان التعصب الكروي اللي في مصر، وإنهم بيمتازوا باللعبة الحلوة، برازيل مصر. فكان لازم نصحح المفاهيم دي. شعب الإسماعيلية شعب مضياف جدا، شعب راقي جدا، في قامات كبيرة جدا. لو عايز حاجة عن محافظتك أو مثل خطأ، لأن لازم نصحح دي، رسالتنا نصحح المفاهيم. اكتب لي في الكومنتات.